عليكم ورحمة الله وبركاته. فراولاتي الحلوين عاملين ايه؟ رب تكون في صحة وحال وراحة بال يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. معكم ليلى فوزي أول مرة تشوف القناة فلا حالا زر الجرس على كل ده، السبسكرايب، الزر الأحمر، تعليق والاشتراك يا أحلى فراولاية واللايك. طبعا انا بسجل مش جوه التويلت خالص، ده في وقت تاني خالص، وده اثناء التصوير وببقى كاتمه صوت. لكن انا دلوقتي بوريكم الشغل اللي احنا عملناه مع بعض في الفيديو الفائت، تنسيق التويلت الفندقي بالوان جميله ومتناغمه وحلوه جدا. النهارده بس هزود كده عشان كنتش كملت معاكم المره اللي فاتت. هنحط مع بعض سجاد للتويلت. انا كان عندي قطعتين يا بنات، دي اللي هي الاساس بتاعها الاوف وايت، وحواليها الحواف بتاعتها كشمير، فكانت هتمشي مع الموف او اللون البنفسجي. دي واحده وهوريكم دي شكلها كده، وشكلها الحواف بتاعتها ماشيه مع اللون البنفسجي عادي مفيش مشكله. لكن انا كان عندي برضو قطعه تانية او حاجه تانية، سجاد تاني، حسيت ان هو هيبقى احلى، يعني هيبقى افضل يعني. اللي هو السجاد لونه اللي هو لون المنت، لونها منت، وسبحان الله بيبقى فيها شكل كمان برضو الموف يعني. ده كده خلاص شكل الكشمير شفناها مع بعض، وبرضه هنستنى تعليقاتكم. انا كده ولا كده اصلا هيبقوا طقمين قصاد بعض في العموم، يعني مفيش مشكله عندي، يعني هحط ده هحط ده. بس ساعه لما انا حطيت الديكور ده حسيت ان انا محتاجه احط دي، لان هي حقيقي منت. والورده على فكره دي فوشيا، هي هنا طالعه فوشيا لكن هي موف غامق، طالعه هنا في التصوير فوشيا مش عارفه ليه، بس هي الموف على فكره اللي هناك ده بتاع البشكير. حسيت ان هي لونها حلو جدا، ماشيه معاها قوي 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 مع الالوان، جميله جدا اللهم بارك، تحفه تحفه تحفه. كنت جايبه طقم التويلت ده يا بنات من عند لو مارشي. هنا بقى كده هندخل على طول زي ما احنا شفنا في المقتطفات، هنعمل مع بعض سلطه فواكه خفيفه بنعملها بالكريم شانتيه. بنضربه طبعا بالربع كوبايه الفنجان اللبن، تحطي الكريم شانتيه تضربيه وتحطيه في الفريزر. هنا كده هخلص الحاجات اللي كانت في الغسالة، بعض الحاجات اللي كانت اشتغلت هطلعها معاكم كده. وكمان هقول لكم على معلومة مهمة جدا عن البوتاجاز بتاعي اللا جرماني. وكمان الغسالة دي بنات احنا قلنا ان هي تورنيدو والإكسشن فرد وممتازة، وكل شوية لما بستخدم حاجة او بخش في مجال ان انا اشتغل او ادور بقول لكم معلومة. اول مرتين اتغسلت معايا حلوة قوي، لان اكتشفت بعد كده الكفاءة قلت. عرفت ان لازم نحط ملح وزيت. انا كنت بحط اول ما استخدمتها 4 مرات او 5 مرات، فكنت استخدم المسحوق عادي وانا عارفه ان بتحط لها ملح وزيت، بس قلت مش الوقت يعني، مش لازم الوقت او كده. فانا عرفت لما لقيت الكفاءه قلت ان لازم نحط الملح والزيت. دي كده الصفايه كانت ماسكه بس في الحامل تحت، ما كنتش عارفه اطلعها بالمعالق. هرجع كمان بقى شكلها اصلا المفروض كده بعد كل غسله بتدخليها وتقومي حاطه فيها نص ليمونه كده وتديها تشطيفه خفيفه، ده لو حابه بتعمل ريحه حلوه. هنا خلصت كمان الكريم شانتيه هحطه كده في الفريزر. وقلنا ان التلاجة توشيبا تمام. ما جيناش لوقت التلاجة اللي احنا نتكلم فيها، يعني ما استخدمناهاش كتير ان شاء الله. مع التخزين مع كده هنتكلم على شويه برضو معلومات حلوه جدا. هي طبعا هي كانت نفرس. بالنسبة للبوتاجاز انا عايزة اقول لكم ان انا في غلطة انا عملتها. ايه هي؟ شايفين القطعة اللي انا بعمل بيها دي؟ هي دي سبونج عادية، بس بتبقى هي ده مش سلك، اللي حواليها ده مش سلك، بس برضو مش ناعم زي السفنج وكده، السبونشات السفنج اللي هي بتاع معروفة دي الناعمة، لا تمام.
هي خشنة حاجة بسيطة يعني مش للدرجة. وزي ما انتوا شفتوا ان انا اتعاملت مع البوتاجاز زي ما كنت بتعامل مع البوتاجاز بتاعي ال5 شعلة اللي هو الايكوك. اتعاملت عادي. وكمان ده انا مثلا دي كنت بشتغل بيها ظنا مني ان دي حاجة ناعمة، لا سلك ولا حاجة. انا عايزة اقول لكم ان انا كنت بصراحة البوتاجاز الايكوك على فكرة كنت بستخدم فيه السلك الخشن الجامد القوي جدا، وكان ولا اي حاجة حقيقي يعني. هنا بقى انا بقى طبعا ظنا مني ان هو كتنظيف عادي، ده مش في دماغي حاجه، وخلاص نضفت وتمام وكده. بعد ما خلصت ببص لقيت في الستانلس يا بنات في تجريح كده، خدش كده، زي ما تكوني مثلا عامله بسكينه وخدشاه ومش عارفه ايه. قعدت اقول انا كل ده بقى ما اعرفش ان مش في دماغي اللي هي القطعه. فبصراحه سالت الولاد وكده ومش عارفه ايه، قلت لها همس انا لاقيه الخدش ده من ايه؟ قالت لي يا ماما انت مسحتي بايه وكده؟ قلت لها بالسبونشايه دي. قالت لي يا ماما دي كده دي خشنه، انا كنت قريت ان انا وانا عن البوتاجاز ده ان هو حساس جدا 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 زي البسكوت. قلت لها يعني يا بنتي مش هنستخدم السبونشايه او كده؟ قالت لي ماما ده تنظيفه، شايفين الفوطه اللي انا بعمل بيها دي تتعمل بيها شويه المسحوق على خفيف وايه، وتاخدي بالك ان الحاجه اللي هتتحط سواء مثلا المنظف اللي هتعملي بيه لا يكون مواد كاوية ولا مواد حرقة ولا حاجة قوية ولا حاجة دلع. انا بهزرش، انا هتكلم جد. قلت لها معقول كده؟ قالت لي ايوه يا ماما. حاجة كمان برضو لاحظتها بس مش هتبان لما هشيل هنا الصابون، دي كان حاجة فانا المعلومة دي عرفتها وقلت اعرفكم بيها، لان في ناس هنا قالوا لي يعني عندنا ولسه ما استخدمتوش، فخدي بالك بقى عشان تتعلمي الغلطة دي حاجة. تاني حاجة طبعا نهى صاحبتي قالت لي انا عندي يا ليلى وكده، فعرفينا يا نهى انت بتستخدمي ازاي او بتنضفي ازاي او في ايه عندك. طبعا انا بالنسبه لي الايكوك كان شبيه بيه، فانا فكرت ان خامه الاستانلس زيها، لا كان طلع لا حساس ناعم بسكوت قوي يعني. انا حاسه يعني إيه نايتي كده في نفسه، فاهمين؟ بس بعد كده طبعا بقى برضو اللي اكتشفته سيادتكم ان بعد ما تنضفي بالميه خالص، انا والله بجد ما تلتلهاش فرصه ان هي تبقى فيه ميه. لمعت على فكره الفوطه اللي هي دي نعم ناشفه، لمعت كده خالص خالص، ما سبتش نقطه ميه، خلاص ظنا مني ان انا كده تمام. برضو بعدها بشويه كده ببص يا بنات ناحيه الاستانلس، اتلقيت حاجه شبه البقع بقى، فانا اتجننت خالص، قلت ايه ده، هو في ايه، انا مش فاهمه. فبرضه ندهت الهمس، قلت لها همس انا مش فاهمه ايه القطع، ايه البقع دي، ايه يا ماما ده؟ عارفين يا بنات الاهي بصوا هي ناحيه الشمال كده، شايفين في بقع كده. قالت لي يا ماما انا ساعات كنت بلمح لمحت دي في البوتاجاز قبل كده، ولكن مسكت فوطه ناشفه وقعدت اعمل على الناشف ولا نقطه ميه خالص، على الناشف كده اعملها كده بالراحه بالراحه بالراحه، قامت رايحه تمام. فقلت لها طيب تمام، وهي قعدت تجرب. قالت لي ايه البوتاجاز ده حساس للغايه. إيه هو ما شاء الله لا قوه الا بالله، اللهم بارك. كفاءته انا شايفه ان هي كفاءته لغايه دلوقتي، انا استخدمته فوق لسه، يمكن فتحت في الفرن لسه، عايزه اعمل لكم ان شاء الله كيك او اي حاجه حلوه، نجرب برضو المروحه بتاعته. موضوع شوي الفراخ ده فيه ان شاء الله عايزين برضو نعمله كده، احنا بنجربه يعني، احنا بنشوف اللي فيه. انا ما استخدمتوش الا طبيخ عادي تمام. فالفكره في ايه؟ هي الميزه بتاعته اللي عجباني بقى انا كليلى، ما برضه نقول العيوب والمميزات. بصي ان عامل لي النار العاليه ورا اهي، ده عجبني بصراحه. كنت بقلق من ان العين الكبيره بتبقى قدام قوي كده، فلذيذ لذيذ قوي ان الحاجات الصغننه مثلا كنكه كده ما تبقاش تبقى لقدام، دي حركه لذيذه. بس حساس زي شايفين، بصوا انتوا حتى لو شايفين البقع، شايفين البقعتين دول اللي في الاستانلس، مش بقعتين والله دول اكتر. بس على كلام همس بنتي بتقول يا ماما ده من مثلا ميه اتثبت عليها وكده. قلت لها يا بنتي انا حاطه صابون زي ميه ونشفت ولمعت، فازاي؟ فاقنعيني. الميزه بتاعته التانية اللي فيه ان اللهم بارك اللهم بارك، الحوامل بتاعته الظهر دي خفيفه مش تقيله بتاعت ايكوك بصراحه. بس انا برضو مش عارفه هي دي بقى ميزه ولا عيب. انا بتاعت اللي هو الايكوك بتاعي اللي كان في بورتو كانت تقيله، ما اقدرش اشيل بايد واحده، ما اقدرش. فانا مش عارفه هو الحلو ايه، الحلو تقيل ولا خفيف؟ ده حلو، شكلها جميل وشيك وحلوه بس مش تقيل تمام. احنا بنتكلم ليه كده في الموضوع ده؟ حته احنا بنفيد الناس، ما هو مثلا مش هنروح نجيب جهاز بمبلغ وقدره وانا ما ببقاش عامله عنه الريفيو او ايه شايفه في استخدامه. انا لغايه دلوقتي بقول لكم ما حصلش فيه اي عيوب، انا مفيش اي حاجه غير الحركتين اللي انا قلت لكم. اول حركه كانت غلطه مني بس عادي، انا بتهيألي اي ست ما هتستخدم ده هتستخدم السبونش او كده. فانا قلت افيدكم برضو، اللي عنده معلومه يقول لنا ايه الحكايه.
اللهم بارك. هو بصراحة بشهد يعني الانسيابية بتاعة التصميم بتاعته جميل، لا يعني شياكة. في حاجة فيه قمر قوي، حتة لما تيجي تفتحي العين تعمل لك الإشعاع الذاتي من نفسها، وأمان للأطفال. هبقى أجربه عمليا معكم. هنا كده كنت حابة بقى إن أنا أعمل سلطة فواكه معايا كده هنا كريم شانتيه، وهزود عليها حاجه كده اضافه بسيطه حلوه قوي. الحاجات اللي بتتعمل في البتاع على فكره، عايزه اقول لكم ان انا من عشاق الحاجه اللي بتبقى من بره. يعني مثلا الوافل، لا ما اعرفش نجيب ايه من بره، لا ما اعرفش عصاير ايه، ماشي. بس كميولي انا بعشق الحاجه البيتي، يعني الحلويات اللي بتاعت البيت. يعني انا مثلا بعشق حاجه عزه، الحلويات عزه اللي في البيت. بجد بعشق الحلويات اللي هي بتعملها في البيت في رمضان، الكنافه بتاعتها، الحاجات اللي بتاعتها هي في البيت تحفه حقيقي يعني. فكده احب الاكل بتاع البيت. على قد ممكن اميل شويه ان مره كده اجيب كريب، اجيب معرفش ايه، اجيب من نفسي. بس لكن الاساس لا، انا احب اكل البيت، الدفى بتاع البيت، الاكل نضيف البيت. الولاد كمان بصراحه ما اعرفش، بحس ان بعد بقى اكل البيت بيبقى شكل وشهم اروق، احسن، افضل بكتير جدا. طبعا لغير النظر كمان ان هو اصلا بيفرق كمان في التكلفه. وبعدين والله الحاجه الوقت بقت غاليه، فمعلش بتفرق كمان، كله زي كله غالي سواء في البيت او بره البيت. فربنا يا رب يرزقنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب. ودي دعوه حلوه جدا استغلوها، ان لما تيجي تدعي ما تدعيش اللهم ارزقني من حيث احتسب بس، يعني من حيث الاماكن او الحاجه اللي انا عارفاها فقط، لا، من حيث احتسب ومن حيث لا احتسب. يعني من مكان انا اعرف هو بيجيني منين، او من مكان انا ما اعرفوش اجهله ويكون من قدر ربنا سبحانه وتعالى. كمان في حاجه حلوه قوي عايزاكم تدعوا بيها للرزق. طبعا احنا عارفين ان كلنا بندعي يا رزاق يا رزاق طبعا، تمام، لكن هو ربنا بيرزق الجميع. لكن الوهاب تحس ان هي حاجه خاصه كده، ان ربنا يهب اللي يهب الرزق دي يعني الوهب او الحاجه الهبه بتكون سبحان الله بتبقى غير تكاليف او يعني المقدر. بمعنى ايه؟ يعني انت كده ولا كده ربنا هيرزق، لكن الهبه بتبقى حاجه اضافيه، حاجه اكتر، فاهمه؟ فاطلبوا دايما من ربنا الوهاب الوهاب الوهاب، باسباب وبدون اسباب. انا قلت افيدكم في الحته دي. طبعا بالنسبه لسلطه الفواكه بتبقى فيها حاجات كتير جدا، فواكه كتير، ضمه فواكه كتير. انا كانش عندي هنا غير الموز والتفاح، برضو مفيش مشكله، انا مفيش حاجه توقفني انا محدش يتوقعني. خلاص وخلطت كده. عايزه اقول لكم ان انا بعشق الكريم شانتيه ده. لا بجد ما بهزرش، يعني انا ممكن عندي استعداد اعمل بوله كبيره قد كده كريم شانتيه فقط 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 وبس. دي والله العظيم قمه السعاده بالنسبه لي، مش عارفه ليه، مع اني ما بحبش الايس كريم كده جدا. يعني ممكن ايس كريم فانيليا حتى برضه او كده، لا، بس هو طعم الكريم شانتيه نفسه سبحان الله بيبقى مختلف. حطيت كده بعض البسكوتات كده على الطرف، واحده كمان في النص، بقت شكلها قمر قوي، واسعدت عيلتي وقضينا وقت لطيف وظريف، وبقى حاجه حلوه جدا جدا جدا. كمان عشان التقديم يبقى راقي وحلو او شكل جميل. كمان على فكره عايزه اقول لكم ان مش عشان مثلا بتعملي حاجه وانتي مثلا، يعني انا فعلا بعد ما خلصت في وقت كده هصور لكم وهقول لكم الوقت ده هو ده، قلت انا لازم اعمل كده لنفسي، يعني فاهمه ان لازم ابقى قاعده حتى ادي مكافاه لنفسي بعد اليوم طويل، تمام. طبعا بتضمي فيها عيلتك والكلام ده كله بيبقى احسن واحسن واحسن. طبعا ان وجود العيله او الدفى دي حاجه جميله جدا. هنا كمان كده اضفت شويه العصير، وكمان كده انا طبعا فاتحه الانوار عالي خلاص. ايوه هو ده. هنا بقى كده اللحظه دي لحظه ليلى حقيقي. يمكن كمان اللي متابعني من زمان عارفين ان انا خلاص وصلت الاضاءات الخافته دي، يبقى اليوم خلص عندي، وقت التنظيف خلص خلاص. ده وقت بقى الحاجه الحلوه، وقت مثلا حاجه كده تتفرج عليها على الشاشه على خفيف، تقعدي تقولي اذكار، تقراي في المصحف، تصلي صلوات، تقومي تعملي حاجه في السنن، تمسكي مثلا بنتك تتكلمي معاها. الوقت ده بيبقى ظريف لكل الكلام ده كله، تقعدي تحكي ترغي تضحكي كده. انا على فكره والوقت ده بالنسبه لاولادي، انا عندي عايزه اقول لكم على حاجه. على فكره همس وسما انا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى ما بيحطوش ميك اب خالص في الخروج، بفضل الله عليهم، يا رب يتممها عليهم يا رب. لان اللهم بارك اللهم بارك، ويمكن في ناس كتير عارفينهم اللهم بارك حرفيا اللهم بارك مش محتاجين نقطه ميك اب واحده في وشهم، اللهم بارك. فانا انا سامحه لهم في البيت يحطوا زي ما هم عايزين. عايزه اقول لكم ان هم عندهم ميك اب اكتر من الناس اللي بتحطوا ميك اب نفسهم، وحاجات للسكين كير وحاجات. انا اللي بقول النقطه دي عشان في بنات صغيره بيتفرجوا عليا يبقوا عارفين ان دي ميزه، ده مش عيب، ان انا اكون مهتميه وانا اكون انثى جدا جوه البيت، لكن بره البيت لا طبعا مش هينفع.
فاهمه؟ فعايزه اقول لكم ان الوقت ده بقى بتاعهم. ليه بذكر ده في الوقت ده؟ الوقت ده بتاعهم همس وسما، من خلصوا غرفهم والدنيا تمام والدنيا حلوه. الوقت ده بتاعهم بقى بيعملوا شعرهم، ويبداوا بقى يحطوا الميك اب ويتزينوا، وبسيبهم يعملوا كل اللي نفسهم فيه. يعني نقعد كده كل اللي نفسه فيه يعمل حاجه، نقعد نضحك، ماما شوفي مش عارفه ايه الكلام ده كله، بتبقى وقت ظريف. هنا حبيت اضيف لمسه جماليه، وانتوا عارفين ان انا كل يوم لازم هعمل حاجه باذنك يا رب تخلي اللمسه الجماليه. وخلاص قربنا ان شاء الله على الستاير، والدنيا تبقى تمام، والشكل هيبقى جميل جدا جدا. عايزه اقول لكم يا بنات ان انت حاولي لما ربنا ينعم عليكي بنعمه معينه انك تزودي في العبادات او تقربي من ربنا اكتر، حتى لو بينك وبين نفسك. ابداي كده، خدي خطوه. يعني ان شاء الله باذنك يا رب كده، قلت ان شاء الله ما اخلص فرش وكده ان شاء الله هبدا اظبط في شويه حاجات كده، هيساعدني ان انا حواليا هنا اماكن حلوه وجميله هتساعد في الموضوع ده. وبفضل الله ربنا يجعلها يا رب بدايه خير لنا كلنا واصلاح لنا كلنا، وتغيير في كل حاجه، في نواحي الدينيه ونواحي الانسانيه ونواحي العمليه، حتى في علاقتي بولادي. والله حابه ان كده اتغير بصراحه، تغيير كامل وكبير جدا. يعني بدايه جديده من كل حاجه، فاهمين؟ كده حياه جديده فيها ايه الغلط عدى، ايه الصح نزود منه كده. وانا عايزاكم انتوا كمان يا بنات تبداوا بكده من وقت للتاني. وخلاص احنا دخلنا على مشارف، اولا المدارس هتبدا اهي، بعدها على طول ربنا هيكرمنا بالمواسم الرمضانيه الجميله والتقرب من الله سبحانه وتعالى. عايزين من هنا ورايح كده نستعين بالله على شويه عبادات كده، زودوها الموجود منها، زودوها اللي مش بتعملوه ابداوا اعملوه، حتى لو ركعتين، حتى لو صفحه، حتى لو نص صفحه، حتى لو ايتين، ابدأي حتى لو حاجه صغيره بس. ان شاء الله ربنا يعينك ويكرمك. والله بجد خليكم مع ربنا يا بنات، ربنا كل حاجه حلوه، ربنا كل حاجه جميله. طول ما انت مستودعه حياتك وقلبك وعقلك وبدنك وولادك وبيتك ومجهولك، يعني حتى انت المجهول او القدر بالخير بالشر باي حاجه استودعي عند ربنا. ارفعي يدك كلها من حياتك كده ان انت تبقي متسلطة على حياتك، لا، خليكي مع ربنا وان شاء الله ربنا يكرمك. اشوفكم على خير يا احلى وارق فراولات في حياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.